ملي اعتقلونا انا ودوك الدنابه اللي ارتكبنا جريمه وانا ما عندي حتى شي علاقه بهم، العذاب اللي عذبونا ما كاينش. انا جلسوا عليا بالطرش كيضربوني، وواحد السيد جلسوا معايا سميتو حسن، جلسوا عراوه كيما ولدت امه وخرجوا لواحد الكولوار والشتا كطيح وجلسوا على قرعه تقاعوا بقى تيجري بالدم. وهاد الشهاده انا كنشهد بها. وهبط لسيدي سعيد للحبس، وفي الحبس بقى تيداويه الطبيب ديال الحبس وما قدرش مسكين قدام الدراري باش يفوح بهذه الحقيقه هذه. ولكن الهضره قالها للقاضي، قال له سيدي انا عراوني وجلسوني على قرعه وتكرفسوا عليا، كيقولوا له قول، انا ما عرفتش شنو كيقولوا له قول، وانا كيقول لي شتي هذا اللي درنا له هذا الشيء، انت غادي نديروا لك بحالو. انا ما نكذبش عليك، بقيت مصدوم غير الطرش اللي عطاوني والركوله اللي عطاوني، مشيت كل زرقاء للسجن. انا تنوجه لهم العدل الالهي، كنوجه لهم العدل الالهي، كنوجه لهم العدل الالهي. بغيت نعرف انا هذاك القائد السريه اللي هو قبطان شدا كيتحكم في ارواح الناس وكيتكرفص عليه، واش ما عندوش ضمير؟ اشنو قرا؟ اش من القران قرا؟ اش من الاسلام قرا؟ اش من دين قرا؟ باش يتكرفص على الناس بحال هكاك؟ انا ما فهمت والو، انا ما فهمت حتى شي حاجه. انا قلت لهم ديروا لي التحاليل، ديروا لي البصمات باش نشوف الا كان عندي شي دليل في هذا الشيء. انا حكموا عليا باش ما عجبكم، انما الا درت خطا خصني نتعاقب عليه، ولكن انا ما درت حتى شي حاجه، ما درتهاش حتى حاجه، حتى خطا ما ارتكبتوش. ما عندي داك السيد لا قريب لا من قريب ولا من بعيد، ما كنعرفو، ما عندي حتى علاقه به، ما هو زوجي ما هو صديق ديالي باش نرتكب فيها هذيك الجريمه اللي اتهمني بها ومشيت بها 20 سنه وانا محكومه. ضاعت لي من عمري، من الشباب ديالي، من تكرفس اللي ولادي اللي حلوا عينيهم يقولوا لي امي لقاوني انا ورا القطبان تنعيش وعايشه معذبه. ونهار تحكمت مازال كنعقل، تحكمت بالخميس في المحكمه العسكريه، دوزت السبت والحد، دوزت الخميس والجمعه والسبت والحد الاثنين الثلاثه هزتني صطافيت غير انا بوحديتي، داوني نيشان الخنيفره، حاجه ما فهمت والو. ملي مشيت للحبس غير هكاك